بما ان في توقف دولي يا جدعان، فاضله اقل من اسبوع على بداية تاني بتاع الدوري الانجليزي كله. بس نقول خبرين. مهاجم الاهلي انطوني موديست ده خلاص هيوصل الاهلي النهارده وهيعلنوا رسميا النهارده. والماتش اللي هو بتاع اسمه ايه ده، اللي هو الدور 32 الاهلي واسمه ايه فريق اثيوبي ده هيلعبوا الماتشين في مصر. بس يلا ندخل بقى على موضوع الحلقة النهاردة. يا جدعان، هنشوف في الدوري الانجليزي الفرق اللي فاجئتني اللي هو وحش وحلو، والفرق المعتادة اللي هي بتبقى حلوة وعلى طول. يلا نبدأ. الفرق اللي فاجئتني بقت وحش، الوحش يعني. هنبدأ ب5 فرق أو 6. تشيلسي وحش. أول 4 مباريات مع 4 نقاط، معدل وحش قوي، وشكله الفرقة دي هتهبط. وانا نعمل حلقة دي وهتهبط لو ما غيروش المدرب واللعيبة دي. اللعيبة دي جديدة أو عمالين يغيروا. تاني فرقة مانشستر يونايتد وحش قوي النهارده. جايب 7 نقاط ولا 6 نقاط من 4 مباريات، وده معدل مش كويس خالص لمانشستر يونايتد. مش عارفين هيفضل كده ولا لا. تاني فرقة روتن تاون صعد حديثا، ما عندوش ولا نقطة من 4 مباريات، ده وحش برضو. وبيرلي ما عندوش 4 نقاط من 4 مباريات، ما عندوش حاجة برضو صعد. وبرضو الصاعد التالت ده اسمه ايه الصاعد التالت ده برضو ما عندوش ولا نقطة من 4 مباريات يعني. ونشوف بقى بعد التوقف الدوري هيتحسن ولا. بس الحلقة دي حلوة أوي. يلا يا برنس نشوف الفرق اللي فاجئتني بقت كويسة. كنت فاكرها هتبقى عادية، بقت مش كويسة. توتنهام كانوا، أنا كنت فاكر مش هتبقى كويسة كده، هتجيب 10 نقاط من 4 مباريات. مش هتبقى كده حلوة أوي كده. بعد هاري كين بقى، مش هاري كين بقى أحسن ولا ايه؟ ماشي ندخل على تاني فرقة برايتون. جاب 9 نقاط من 4 مباريات، وهي معدل كويس. وفجأة بعد ما شاك كايسيدو وماك أليستر ده تشيلسي وده ليفربول، ويعني كويس يعني. ويست هام جايب 10 نقاط من 12 نقطة من 4 مباريات يعني. وده فاجئتني. أنا كنت السنة اللي فاتت كان هيهبط بقى، بس أخد الكونفرنس ده بقى وحكاية. وبقى مين تاني ليفربول. انا كنت ويست هام برضو كنت فاكره يعني اللي هو مش هيبقى كده يعني. وليفربول كنت فاكره مش هيبقى كده، علشان كان تاني مباراة او تاني وتالت ورابع مع نيوكاسل و اسمه ايه ده استون فيلا، كنتش فاكره. دول الفرق اللي انا كنتش متوقع اللي هم هيبقى كده في اول الموسم. دول الفرق اللي كنتش متوقع ده من اول موسم يحصل. اللي بقى كنت متوقعه هو فرقتين تلاتة. مانشستر سيتي يا جماعة، أخد 12 نقطة من 4 مباريات. العلامة الكاميرا 4 مباريات 12 نقطة على طول. ودول ما فاجئونيش برضه. وأرسنال عنده دلوقتي 9 نقاط ولا ايه، عنده 10 نقاط برضه في المركز التاني أو التالت من 4 مباريات. ماشي. تالت فرقة اسمه فرقة نوتنغهام فورست. أيوني ده اللاعب بتاعهم. كسبوا تشيلسي
وكان عاملين ماتش حلو امام مانشستر يونايتد وخسروا برضه 3-2. وكسبوا تشيلسي 1-0، وخسروا من مانشستر سيتي من ارسنال 2-1. وكانوا عاملين ماتش حلو برضه. وفي ماتش كده كسبوا كمان يعني ماتش الصاعد اللي هو بتاع اسمه ايه، جايب 6 نقاط من 4 مباريات. يعني هو عدد كويس بالنسبة للفرقة، يعني بالنسبة للفرقة يعني بالنسبة للفرقة يعني والإمكانياتها والحاجات دي. وبقى اللاعب اللي فاجئني، واللاعب بقى اللي أنا كنت عارف اللي كده، اللاعب الجون اللي فاجئني أليسون بيكر. كانت صديات كتير بقى في أستون فيلا ونيوكاسل والحاجات دي. اللي بقى اللاعب اللي ما فاجئنيش هو هالاند، سجل 6 أهداف من 4 مباريات. معدل ايه؟ ده الموسم اللي فات كان هيكسر، بس هو كان بيخرج بسرعة وكان بيتصاب في ماتشين 3 كده. اللاعب بقى اللي انا فاجئت منه ايوني ده، ايوني وبتاع بتاع برايتون ده دول يعني. ده الحلقة. لو عجبكم الحلقة تحطوا لايك، سبسكرايب، شير، وسلام.